العمق واصلة إلى سلامة، يتقدم فيها أحمد، يمر فيها أحمد، الله على أحلى مارد سحري، أحلى مارد سحري. أحمد سلامة يسجلها، أحمد سلامة يأتي بها في الشباك، أحمد سلامة يترجمها في مرمى عاهد البلوشي. عاهدوا جماهيرهم بأن يعودوا في هذا المساء ب3 نقاط، وحتى الآن يسجلون هدفين ويحيرون البوسني. شاهد الإعادة الماضية والكرة السابقة وصلت إلى سلامة، ترجمها في المرمى، سجل من خلالها ثاني أهداف نادي العروبة. العروبة 2 مجيس لا شيء، مجيس يعاني على أرضه وبين جماهيره. 2-0 لم تحضر منذ الزمن الطويل بين الفريقين، 2006 لم تحضر. العجمي وصلت بكرة لمصلحة العروبة، يبحثون عن راسية، الله، الكرة دخلت الشباك وعبرت خط مرمى نادي السويق، معها جاءت الراية. والله حقيقة أتوقع الكثير بل ولا يصنع الفوارق. هذه محاولة كل إلى داخل منطقة الجزاء، السلام السلام العرباوي يأتي اللاعب المصري بعد كرة عرضية مثالية، ينجح المارد العرباوي في الوصول إلى الشباك الشبابية، وبالتالي تفرح الجماهير الخضراء بعد هدف وبعد كرة ملعوبة. بعد كرة الملعوبة شوف الكرة العرضية بشكل مثالي جدا. أحمد سلامة، أحمد سلامة، عبد الله عبد الهادي، وين جابر العويسي في اللقطة الماضية؟ أين لورنس في التغطية التي كان يجب أن يكون من خلالها جابر العويسي حاضرا؟ إذا ذهب جابر العويسي، ترك مركزه قليلا. كرة لرمية التماس، محاولة لدخل منطقة الجزاء، فرصة وخطيرة جدا. أحمد سلامة السوق خطأ دفاعي فادح في اللقطة الماضية. راح نشوف الإعادة وكيف الكرة الماضية دخلت إلى الشباك. يا لورنس، يا لورنس، شوف الكرة من رمية التماس، الكرة بهذه الطريقة، وبعد ذلك من لعب الكرة الماضية؟ أحمد سلامة خدع الكل بكرة أربكت المدافع. برصيد 20 نقطة. بعد ذلك وين صاحب المركز الرابع يريد أن يحضر في بطولة الكاس بأحلى حلة، بأحلى صورة، بأحلى منظر، بأحلى راسية. أحمد سلامة يسجلها، أحمد سلامة يحطها، أحمد سلامة يحضر باللون الأصفر، بالزي الأصفر، بالوقت الذي انشغلنا به بالحديث عن مركزهم في بطولة الدوري. المركز في بطولة الدوري يتوجب عليهم الانتصار في هذا المساء. يفرض مؤثر تماما هناك في خط المقدمة، محاولة الهدف الثاني، يأتي الهدف الثاني في المباراة والأول للخابورة في هفوة دفاعية من جانب الخابورة في الكرة الماضية من جانب السيب. عاد بها أحمد سلامة لأن يسجل الهدف الأول والثاني في هذه المباراة. ألم أقل لكم بأنهم لربما يعودون؟ إنهم يعودون وللهدف الأول يسجلون هدف فيه يعني لم تكن تتوقع هذه الهفة، غريبة تماما. يتواجد هناك سعد عبيد وحيدا في ظلها. هل كان التسلل موجود في الكرة الماضية
للمشاهدة بالشكل الصحيح الذي يقرب لك الأمر، ولكن هدف أول يأتي بالنسبة للخابورة. التعادل يكون موجود بين الفريقين من خلال كرة خاطفة. هنا دفاع الخابورة كرة بكل سهولة، تعود الكرة لصالح الخابورة، مرتدة قد تكون مرت وعبرت. أحمد سلامة الثالث، حذاري من الثالث يأتي للخابورة، الثالث يأتي للخابورة. انتهت الأمور أم أن للحديث بقية مع السيب؟ أحمد سلامة كما بدأها ليختمها، كما بدأها ختمها من خلال هذه المباراة. نعم الخابورة يتقدم بهدف ثالث، والجراحات تتعمق على الإمبراطور، الجراحات تتعمق على الإمبراطور في الكرة السابقة. الفهود ماذا فعلت؟ الهروب كيف كان موجود؟ اثنين كان يتواجدان دفاع السيب، أين كانوا يتواجدون وبما كانوا يفكرون؟ أحمد سلامة بكل يسر وسهولة يضرب الدفاع الأصفر من خلال هذا اللقاء. الشباك تهتز، شباك السيب تهتز، والسيب سيعاني كثيرا بعد هذا الهدف، سيعاني كثيرا بعد هذا الهدف. أي ثقة لأحمد سلامة في الكرة الماضية، أي ثقة لأحمد سلامة في الكرة الماضية. كرة تذهب بشكل جيد، والتمرير الأجمل للأمانة يقولها أجمل من الكرة بتتخلص، تسديده، الله الله الله، الخابورة يرجع ويقلص الفارق من سلامة. والحمد لله على السلامة يا فهد، والحمد لله على السلامة يا فهد. أحمد سلامة يقلص الفارق في هذه الأوقات. الخابورة يضغط في شوط المباراة الثاني، الخابورة يستبسل. شوف الإعادة، شوف استخلاص الكرة السابقة، شوف التسديدة القوية، وبعد ذلك سلامة يسجلها، يحطها في الشبكة في مرمى هاني. الكرة ترسل أمامية خطأ لمصلحة الخابورة. شايف هدف سلامة، شايف الآن التحايا، شايف الآن الخابورة يعود 2-1. يأتي الكرة تعود إلى دعيج، دعيج أمامية عالية على الجهة اليسرى. أحمد ضاحي، ضاحي ضاحي، الله، سلامة يسجلها علشان الحناجر اللي على المدرج. حرام ترجع زعلانة، حرام ترجع زعلانة يا سلامة، حرام ترجع زعلانة يا أحمد. أحمد يسجل الهدف الثاني ويعود مع الخابورة، ويعود مع الخابورة. حرام هذه الجماهير اللي توازر ترجع زعلانة إلى الخابورة. شايف الإعادة، شايف ضاحي، شايف الكرة، الله على الهدف، على الهدف، على الكرة. شايف الكرة الماضية، شايف الهدف. يعود الخابورة. كتيبة البلوز فريق تشيلسي، واحدة ومصطفى طلعت على حدود منطقة الجزاء. مصطفى طلعت وأحمد سلامة وجول. أحمد سلامة وجول، أحمد سلامة وجول. عملوها، خلصوها، وادي دجلة حطوها في المرمى، لكن هي بقدم مين؟ هي بقدم أحمد سلامة. لكن بقول لحضراتكم إيه؟ ثلاثي مرعب في فريق وادي دجلة النهارده، ثلاثي مرعب. أحمد سلامة، أدي هشام زكريا سعيد جدا بهدف اللقاء عشان يتقدم فريق وادي دجلة. أدي اتعملت ما ننكرش طبعا. مصطفى طلعت حقه، مهاب سعيد عملها لأحمد سلامة. أحمد سلامة قال لها بقى روحي، راحت على طول في الزاوية اليمنى على يمين الحارس أحمد الشناوي. يتقدم فريق المصري بهدف دون رد عن طريق أحمد سلامة. هدف رائع، هدف جميل. رايح حكم اللقاء للشناوي تقريبا كده في حاجة في الشبكة، لكن شفنا الهدف. مهاب سعيد عملها حلو، عدت ومرت وصلت لسلامة، قال لها بالسلامة روحي بقى عشان تبقى الهدف الأول لفريق وادي دجلة في الدقيقة 21. هدف رائع. فريق وادي دجلة
في الشوط الثاني عن طريق احمد سلامه، ويمكن بالاشتراك مع مدافع القناه واحمد محسن في مرماه بالاشتراك مع احمد سلامه، وتعادل الفريقان. فوزي بشير، حسن مظفر، كرة الآن في مكان سليم، العروبة قد يأتي بالتعديل، الآن تسديدة من أحمد سلامة لكن بتمر. عروبة ما راح يرمي المنديل وراح يقاتل لآخر لحظة. هذه محاولة خطيرة الآن من الجهة اليمنى، عرضية عالية بتمر، هذه جول. أوه سلام عليك، لو كملت كان ممكن تكون لقطة للتاريخ يا أحمد سلامة، لكن لمحة فنية رائعة للغاية يقوم بها اللاعب المصري. شوف الكرة لما لعبت والعرضية الجميلة من عبد الله صالح فيروز، يا سلام يا سلام يا سلام. كان ممكن حاجة لجماهيره عندما يمر بظروف صعبة. الآن بالراس ملعوبة، يا سلام يا سلام. أحمد سلامة المرة هذه بالراس، لاعب يعني الفنان يبين يا جماعة من لمستين يترك من خلالهم بصمة. تغيير الآن، مازن السعد ينزل في صفوف المصنعة. ما شفنا اللاعب اللي خرج، لكن هنا إعادة للكرة الماضية من جديد وضربة رأسية جميلة من أحمد سلامة. أعتقد أن محمد فوزي وأحمد سلامة راح يقدم إضافة للعروبة في الجولات القادمة. كرة الآن تلعب مبارك، يرسلها للقائم البعيد للعروبة. هذه بالراس، تهيأ خطرة بالراس، واحدة جول، ولكن الحارس هاني الرشيدي من جديد يتصدى للكرة الماضية. شوفوا معاي يونس مبارك للقائم البعيد، يصلحها أحمد سليم، ومن جديد أحمد سلامة يعتلي الجميع، يصطاد الكرة الماضية. لاعب يبدو بأنه مميز حقيقة في الكرات الرأسية. ركنية الآن تتنفذ بشكل سريع، ماشية بمكان سريع. عبد الله صالح فيروز عدى ومر، هذه خطيرة للقائم البعيد، ممكن الآن واحدة. تصدي من هاني الرشيدي، ومحاولة كانت خطيرة لعب لمصلحة نادي العروبة. شوفوا معاي بالراس، كانت ملعوبة بشكل جيد من أحمد سلامة. يا عيني عليك، الكرات العالية يا جماعة من نزل، كل الكرات الهوائية يصطادها بشكل ممتاز أحمد سلامة. ظهور جيد حقيقة لهذا اللاعب المصري. شوفوا معاي، يا عيني عليك، برافو برافو برافو، موهوب. عرضاوية خطيرة إلى أحمد سلامة. الله، مرت الكرة الماضية بسلام في اللعبة الماضية. العروبة أقرب لتسجيل هدف ثاني. شاهد الإعادة وشاهد الكرة الماضية على يسار مرمى الحارس عاهد.